الكل عارف إن ليلة الهالوين بتبقى مليانة أقنعة. كل الناس لابسة وشوش غريبة ومفيش حد تعرف شكله الحقيقي. الشارع كله بيبقى مليان ضحك وأطفال بتنط من فرحة الحلو. بس الليلة دي في مدينة صغيرة. لو قلبك جامد اشترك وخليك معانا في عالم الجريمة الحقيقي. في أمريكا الهزار اتحول لكابوس حقيقي. الليلة دي كانت يوم 31 أكتوبر سنة 1979. البنت اسمها ليندا، عندها 20 سنة، كانت طالبة في الجامعة هادية ومؤدبة، وهي وأصحابها قرروا يعملوا حفلة صغيرة في بيتها بمناسبة الهالوين. زي أي حفلة، موسيقى وأكل وضحك ومحدش يعرف مين التاني من كتر التنكر. الدنيا كانت ماشية تمام لحد ما الباب خبط. واحد لابس قناع أبيض وهدوم سودة ووقف بره، محدش عرفه، فافتكروا إن صاحبهم متأخر. ضحكوا وقالوا له أخيرا جيت يا راجل، ادخل. الراجل دخل وساكت، ولا كلمة ولا حتى ضحك. الناس افتكرته بيهزر أو داخل في دور مرعب، لكن الغريب إنه ما فكش القناع ولا حتى بيشارك في الضحك زي باقي الجروب. كان واقف يراقبهم كلهم كأنه بيختار ضحية. وبعد حوالي نص ساعة ليندا دخلت المطبخ تجيب مشروبات. القاتل جري وراها، وفجأة الناس سمعت صرخة واحدة قوية جدا. الكل جري ناحية المطبخ، بس لما دخلوا مفيش حد، بس لقوا باب المطبخ الخلفي مفتوح وعليه نقط دم نازلة ببطء على الأرض. الناس افتكروا إنها مسحة الهالوين ودم صناعي، مقلب أكيد من أي حد من أصحابها. لكن لما واحدة من البنات دخلت تشوفها لقت ليندا مرمية ورا البيت غرقانة في دمها ومطعونة كذا طعنة في صدرها ورجليها، ومفيش أي أثر للقاتل غير قناع أبيض واقع جنبها. الشرطة وصلت بعد دقايق، لكن كانت في صدمة. مفيش أي بصمات، مفيش شهود، ومفيش أي حد شاف القاتل وهو خارج، كأنه اتبخر في الهواء. واللي أغرب إن الناس اللي كانوا في الحفلة كلهم كانوا لابسين أقنعة، يعني محدش قدر يوصف القاتل بدقة. كلهم بيقولوا قناع أبيض، بس كان في أكتر من شخص لابس أبيض، يعني القاتل كان ماشي وسطهم وهم مش عارفين. التحقيقات بدأت، لكن مفيش أي دليل، لا بصمة لا سلاح. حتى القناع اللي وقع جنب جثة ليندا ما كانش عليه أي أثر ولا حتى خيوط أو شعر. الشرطة قالت القاتل ده محترف جدا. الناس في المدينة دخلت في رعب حقيقي، لأن الجريمة حصلت ليلة الهالوين ومفيش سبب ولا دافع ولا أي خيط يوصلهم للي عمل كده. وبعد أسبوع جت مكالمة غريبة لقسم الشرطة، صوت راجل بيضحك وبيقول الهالوين اللي جاي هتلعبوا تاني، وقفل السكة في وشه. الشرطة حاولت تعرف مكان المكالمة، لكن معرفوش يحددوا المصدر. وفي الهالوين اللي بعده سنة 1980 المدينة كلها كانت على أعصابها. الناس ما خرجتش من بيوتها، والأطفال ما عملوش تريك أور تريت، والمحلات قفلت بدري. لكن الليلة عدت بسلام لحد تاني يوم الصبح لما لقوا شاب مقتول بنفس الطريقة، مطعون برضه وجنبه نفس القناع الأبيض، يعني معناها إن القاتل رجع تاني. الناس بقت تسميه القاتل المقنع في الهالوين، لأنه بيقتل مرة واحدة كل سنة وفي نفس اليوم، ويسيب وراه نفس العلامة القناع الأبيض كل سنة، نفس التوقيت، نفس الأسلوب، طعنة في القلب وسكينة نظيفة جدا. كأن اللي بيعمل كده مش مجرم عشوائي، ده واحد مدرب أو يمكن مجنون بيخطط لكل تفصيلة. والأغرب إن الضحايا ما كانش فيه بينهم أي علاقة، كل واحد منهم من حي مختلف. لكن لما الشرطة دققت لقوا إن كلهم كان ليهم حاجة مشتركة صغيرة جدا، كلهم كانوا في نفس الجامعة اللي كانت فيها ليندا، وده اللي خلاهم يربطوا الجرائم ببعض. بدأت التحريات تركز على أشخاص معينين، منهم مدرس سابق كان مهووس بالهالوين، ومنهم شاب اتفصل من الكلية بسبب خناقة مع ليندا قبل ما تموت بشهور. بس مفيش دليل قاطع ضد أي حد فيهم. كل مرة يقربوا من مشتبه القاتل يختفي، لحد ما بقى لغز حقيقي بيخوف المدينة كلها. في الهالوين بقى سنة 1983 الشرطة كانت مستعدة جدا، وحطوا كمائن في كل شارع وعربيات شرطة في كل زاوية. الليلة كانت هادية، بس الساعة 11:30 بالليل بلغ عن حريق صغير في بيت مهجور على أطراف المدينة. ولما المطافي وصلت لقوا النار مش قوية، بس جوه البيت لقوا منظر مرعب. في وسط البيت جثة واحدة، راجل لابس اسود ووشه لابس نفس القناع الأبيض الشهير، وجنبه سكينة مليانة دم. التحليل الجنائي قال إن الراجل مات من طعنة في بطنه، يعني ممكن يكون القاتل نفسه أو ممكن يكون حد تاني قتله بنفس الطريقة. الغموض زاد أكتر، والشرطة أعلنت إنهم يعتقدوا إن القاتل المقنع هو اللي لقوه ميت، وإن القضية كده اتقفلت.
بس الناس ما اقتنعتش، لأن بعدها بسنة في مدينة تانية على بعد 200 كيلومتر حصلت جريمة بنفس الأسلوب تماما، وفي مكان الجريمة كان مرمي نفس القناع الأبيض. ومن وقتها محدش عرف الحقيقة، هل القاتل كان شخص واحد ولا في حد تاني كمل طريقه، ولا اللعنة دي كانت مجرد بداية لسلسلة ما خلصتش. الناس بدأت تقول إن القاتل ما كانش إنسان، كان كيان شرير بيظهر كل هالوين في صورة بني آدم، وكل مرة بيختار ضحية جديدة عشوائي ويختفي تاني سنة كاملة لحد ما يرجع في الليلة اللي بيتخلى فيها البشر عن وجوههم الحقيقية ويلبسوا أقنعة. وفي ناس قالت إن القناع الأبيض اللي بيسيب وراه مش مجرد دليل، لكن لعنة. أي حد يلمسه بعد الجريمة بيجيله كوابيس ويشوف نفس الشكل الأبيض واقف على باب بيته في نص الليل. الهالوين بعد الجرائم دي ما بقاش زي الأول، الناس بقت تخاف من الأقنعة وتفتكر القاتل المقنع. كل ما تشوف وش أبيض ساكت ما بيتحركش، وبقت الأم تقول لابنها ما تلبسش قناع في الهالوين يا حبيبي عشان القاتل ممكن يستخبى في وشك. والأغرب إن الشرطة لحد النهاردة ما عندهاش أي إجابة نهائية. كل سنة لما يقرب 31 أكتوبر الناس اللي في المدينة القديمة دي بتقفل الشبابيك بدري وتولع شمعة عند الباب، ويقولوا لبعض لو شفت قناع أبيض بيبصلك من بعيد تجري تخش بيتك وما تبصش عليه تاني. الهالوين اللي الناس بتستناه كل سنة عشان تضحك في مدن معينة بقى رمز للرعب الحقيقي، مش رعب أشباح ولا خرافات، ده رعب من بشر لابس وش مش بتاعه. والقاتل المقنع لسه عايش في ذاكرة الناس، بيفكرهم إن أوقات الوحش اللي بنخاف منه مش بيجي من الجحيم، ده بيكون واقف جنبك لابس قناع ومستني اللحظة الصح. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واستنى فيديوهاتي اللي جاية.